جبت كيلو ونص صدور، عملوا 7 قطع صدور، قسمتهم على 4 وجبات. الوجبه تكفي فردين بحيث ان هم يتاكلوا على 4 ايام. وتعالوا اقول لكم ازاي. اول 3 صدور قسمتهم مقطعين كده بشكل طولي، وتبلتهم بتوابل الفراخ المشويه علشان هشويهم على مرتين. مره هيتحطوا على بيتزا ومره هيتحطوا على سلطه، ايا كان نوع السلطه اللي انا هعملها، والكميه بتاعتهم حلوه جدا. واستخدمت صدرين عملت منهم شاورما فراخ، قطعتهم بشكل طولي بس رفيع جدا، وتبلتهم بتوابل الشاورما الفراخ. وعايزه اقول لكم برده دي كميتها كويسه جدا لفردين في مره واحده. تعملوها في عيش تورتيلا، تعملوها على مكرونه، على رز، براحتكم. انا في الغالب بعملهم زي الشاورما السوري بالظبط، بحطها في عيش تورتيلا عادي. تالت كيس برضو صدرين عملتهم كيوبس كده وتبلتهم بتوابل الشيش طاووق. عايزه اقول لكم برده الكميه دي حلوه جدا، لسه هيتحط معاها فلفل الوان وبصل، وبرده تتحط جنب مكرونه، جنب رز، جنب اي حاجه انتوا عايزينها. الكيلو ونص ده عامل 265 جنيه، يعني الوجبه واقفه ب 67 جنيه. تخيلي ب 67 جنيه انتوا بتاكلوا في البيت فردين، بتاكلوا اكل حلو نظيف انت اللي عاملاه بنفسك، والبورشن بتاعه حلو قوي، ما يجيش ربع تمن وجبه انت هتجيبيها لنفسك بره البيت في يوم واحد.